الثالث، انا سعيد بجمهور الاهلي، عنده كرامه وكبرياء. هتافاته في ماتش فيوتشر دلوقتي بيقول ايه اهو. امام عاشور مش عايزينه، صالح سليم اللي ميت مش ناسيينه. ده جمهور اللي انا احترمه، وعندي الملايين من جمهور الزمالك محترم. العيال بقى الصغيره بقى، لا والنبي هات والنبي. اتفضل. اهو دي كل احترام وتقدير هذا الجمهور اللي طول عمري نشيد بيه برضه. انما في عيال سفله رئيس ناديهم اللي عامل لهم السعاده دي كلها بيقل ادبهم عليه. ومن حسن الحظ انهم عيال شويه عيال صغيره قد كده، ولا ليهم لازم. دي الكرامه، دي الكرامه. ويمكن لسه كان في امبارح باختصار كده القصه ان محمد حافظ المحترم، محمد حافظ ده ابو زوجة امام عاشور، كان في مكالمه، كل مكالماتنا مسجله عشان الناس تبقى عارفه، اللي خير ما يتكلمش. كان في على تليفون اخ شريف، فقال له امام ابن النادي وزمالك، بعد ما شاف الفيديو بتاع لما قلت مش ما تدغدغتيش مشاعر الجماهير بقى، كل شويه فانيلا بتاعه والكلام ده كله. فقال لا امام عايز يجي الزمالك. قلت له الباب مفتوح، والطارق حامد مفتوح، ومصطفى فتحي مفتوح، والجنش، وابو جبل، وساسي، واسمه ايه التاني، ابن شرقي. اي حد عايز يخش يجي اتفضل، انا ما مشيتش حد. انا بس ليا طلب، اللي عايز يجي ما يعمليش دغدغه لمشاعر الجماهير. مره يحضر ماتش، مره يشيل عيل صغير لابس فانيله الزمالك، مره يعمل بفانيله بخطين. يا جماعه مش كده، الجماهير ما بنضحكش عليها، ما بنضحكش ايه عليها. فوجئت شريف جالي الساعه 12 الا ربع بيقول لي ايه، بيقول لي الواد ما جاش. الواد مين؟ قال لي امام عاشور. قلت له هو كان في ميعاد؟ ما انت عارف احيانا الزهايمر بقى وعدم اهميته بالنسبه لي. اللي ادى ظهره للزمالك لا مؤاخذه الزمالك بيديله ما اعرفش ايه، خلاص. ده انا اتحايلت عليه ساعه هنا، يا ابني اقعد، يعيط. ومصطفى فتحي يا بابا يا مامي، ابو فسيخه، انا جايبه ابو فسيخه من نبرو. فقلت له، قال لي ده مش ده لسه بعد الساعه 10. قال لي كده اهو شريف اهو، قرب مني شويه، قال لي اهو، قال لي الراجل كلمني، قال لي الواد جه ساب مراته اللي هي بنتي ورماها في البيت، وقال له ما تتكلمش باسمي، سيبني انا بعمل شغل. نعم، انا وكلاء بتوعي جادو، واحد اسمه جادو باين، ما اعرفش جادو مين ده، جادو واحمد يحيى. تمام، امال انت كاتب طلاق 3 ومش عارف مين. فاحنا بنقول يا جماعه مش معقول لاعب ب 3 مليون دولار كان فاضل له 6 اشهر هشتريه ب 5 مليون دولار، يبقى رياله نازله. انتوا عايزينه بقى لموا المره دي فلوس من بعض. ليه بقى؟ لان الدولار دلوقتي بقى ب 40، يعني 145 200 مليون اشتري 10 لعيبه. انما قله الادب، وهات ايمان، وهات ابن شرقي، وهات توتو، وهات لولو. ما كل اللعيبه دي يا جماعه على ذمه انديه. طيب مصطفى فتحي مليون دولار وكان فاضل له 6 اشهر، 450 ما دفعهمش، اشتكينا وهناخدهم. امام كان فاضل له 6 اشهر ويمشي، ما هو كان يمشي في شهر 6 طبيعي. تمام، 3 مليون دولار. هو في يا جماعه طارق حامد عمل فيلم وقال انا رايح اسبانيا مش عارف اعمل ايه وايه وايه، وكان في ماتش مهم في الجزائر، بكلمهم قالوا ده ما جاش. ده مش لعب عيال. فاللي عايز امام عاشور ب 5 مليون دولار
خلاص يلم لي فلوس. ليه؟ انا خدت حقي من امام. امام ده انا كنت جايبه ب7 مليون و6 مش عارف ايه، يبقوا كام؟ حوالي 12 13 مليون. بعته بحوالي 75 مليون، يبقى انا خدت حقي. وامام عاشور اصله كان طب ما اللعيبه اللي عندي كلها كان. وامام عاشور بيلعب اخر فتره، خسرنا من اسوان وهو بيلعب، والطلايع والاتحاد السكندري مش عارف تعادلنا بقى، اتحاد تعادلنا، كل ده هو موجود. ف انا مش عايز اشغل الخراره تاني. الخراره هشغلها تاني ادي انت وهو. واللجان اللي عامله شتيمه فيا تاني فيا بتتناول من حسين لبيب. محمود انت بعت له التحقيق معاه امتى؟ اقسم بالله لو ما جيت هتتشطب تاني. اختار خلاص، ما جاش بالسلامه، يلا ما انتوا شله اهلاويه. دلوقتي الراجل ازاريو ده راجل محترم ومتضايق. ليه متضايق؟ النهارده انا بقرا اسلام صادق اهو. ومين اللي بيقعد مع مين عشان يحسم؟ مين يا جماعه بيقعد مع مين عشان يحسم؟ هو حضرتك بيجيب المعلومات دي منين؟ الكلام ده بيضايق مين بقى؟ الراجل منهم. طيب الازمه الماليه تمنع عوده عاشور، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ ميدو فاوض مدافع اجنبي، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ وسوريا يتمسك بمهاجم افريقي، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ نفسي اعرف حضرتك جبت. كله هبد يا اسلام. طيب مع انك مكلمني امبارح قلت لي بعيد عليك، ما سالتنيش سؤال واحد. بدبرهم عشان شيكابالا، ومش اي فلوس هتجيلي اقعد عشان ادفعها غرامات لعيبه. ومليون يورو بسبب هاني زاد لما خد عموله في محمد ابراهيم، دفعت مليون يورو. تمام. الواد كاسمونج ده اسمه ايه؟ كابورونج دون اللي نعم شمبونج دون اللي عامل فيديو صوت وصوره، خدت فلوسي ورفع قضيه امام حسين لبيب، بعت له فيديو اتحكم علينا وبس. مش ممكن يا جماعه في نادي بالطريقه دي. فالكابتن احمد حليم العاقل المتزن، ومعاه جمال عبد الحميد، ومعاه الكابتن اسماعيل يوسف، ومعاه عبد الحليم علي، قالوا لي من فضلك الغي عمليه. الموضوع زاد عن حد. اقسم بالله النهارده الراجل مبلغني رسمي. هو في ايه؟ علنا مفيش لجنه فنيه. لما نحب ناخد راي الناس دي بقى، مش لجنه فنيه، ده كبار النادي، رموز النادي. انما الخلط بين وجود خالد الغندور كمذيع وكعضو لجنه فنيه وعنده صفحه، هو ده اللي عامل لي مشكله. مع احترامي لخالد زملكاوي اعصره. نعم نعم، ما هو عشان الضوء بس بيخر زمالك. شوف يا سيدي، علمت المصري اليوم ان اللاعب اشترط انتظام حصوله على المستحقات الماليه. ده وهو ماشي خد اخر جنيه ليه، عملنا له حفله، ده ابن شاري. وفقا لمصدر مسؤول داخل اللجنه الفنيه بنادي الزمالك رفض ذكر اسمه. لا دي اونطه بقى، لا ده اونطه يا اسلام. اول ما تقول لي رفض ذكر اسمه هقول لك ده حنكش، ده حنكش اللي اداك الخبر. وكان في راجل حنوتي عندنا على ناصية شارع مسرة اسمه حكشه، يا نهار ابيض على حكشه، ده قتل واحد ذبحه. طب ليه؟ قال لك عشان انا المحل فاضي عايز اشتغل. الله العظيم يا جماعه ما ينفعش والله، ما ينفعش. والزملكاويه اللي بيعملوا كده. وده شفنا قصه محمد عبد الغني، طلع كل ده اونطه وكذب في كذب. مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه، تبقى طنط فكيهه. طنط فكيهه حضرتك بقى؟ لا 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 خلاص، دي طنط فكيهه. بناء على طلب تقريبا معظم اعضاء اللجنه الفنيه كلهم محترمين، مفيش لجنه فنيه. لما نحب، هو كان في لجنه فنيه لما اخترنا المدرب؟ لا خالص. والراجل اللي هو قال للعيبه انا عيان بموت دون، والراجل اللي كان اسمه ايه؟ الراجل الطيب ده، ما فيش لجنه فنيه. انا بجيبهم كلهم اقول لهم اقعدوا اتفرجوا وقولوا لنا رايكم، لانهم بيفهموا في الكوره اكتر مني. وانا لو ما كنتش طلعت الاول وكيل نيابه، ما كان زماني دلوقتي باك يمين ومهاجم وخط وسط
ده شعبان الشامي رئيس محكمة الجنايات كرسي اعدام كان الجون بتاعي. بس احنا تفوقنا. وعمال الحاج عامل فيديو قال لهم ده انا اخترت الاثنين دول من كتر من كل جامعه يلعبوا فريق الجامعه. كان زمان دلوقتي معايا ملايين الملايين الملايين. وكان ابويا واخويا معايا بس ماليش اخوات للاسف الشديد. فاي هبت. وصان طيبين. واحنا بنعمل دلوقتي برومات جديده لكل البرامج. خلي الراجل بتاع برومات يعملها لهم ويجي يحاسبني انا. قبل ما يقول لهم انا دي كذا وكذا يعمل برومات للكل ويجي يحاسبني. خلاص؟ كل سنه وانتم طيبين. واجازه سعيده وعيد سعيد. و30 يونيو ثوره غصب عن التخين. الثورتين بتوع مصر. 19 اللي انا كنت فيها على سعد زغلول و30 يونيو اللي انا كنت فيها. نعم؟ نفس الكلام. خلص الكلام.